عسلامتكم وان شاء الله رمضانكم مبروك. غبت عليكم برشا اما جيتكم وما جيتش ايدي فاضيه، جيتكم بالدباره كامله. اول حاجه باش نحضروا طاجين زمني ازعر وكسكسي بالقرنيط وسوب شعير بالفخوي دماغ وخبز عربي ولا كسره كيما نسموها بنا ما نحكي لكمش. اول حاجه باش نبدا بالكسكسي، باش نقلي فلفل ونفس الزيت نقلي فيه بصله ومغرفه طماطم معجونه ونحط القرنيط يتقلى شوي بعد ما غليته 10 دقائق في الماء. بعد نمرق ونفوح باش نحط لكم المكونات الكل في الباغ فوق. بعد نصيف ساعه نحط كعبتين سفناري والا قرع وبصلة مسموطين ونحط البطاطا نخليهم يطيبوا ونحضر السوب. نقلي بيبي كالامار وكروفيت مع مغرفه صغيره طماطم نمرقهم ونفوح ونخليها تغلي ونحضر الصوص نتاع الطاجين اسكالوب مع بصله صغيره وكليل وزعتر وكركم وشويه ملح ونخلي فيه شويه صوص. خلط اسكالوب مع بطاطا قصيتها اون كوب خطيتها في الاير فراير تنجموا تقلوها مع جبنه الموجود رشه كمون وعظم ومع دنوس ونطيبوا على 170 درجه مده 45 دقيقه. بالنسبه للسوب طاوت نرمي لها مغرفه ثوم وفلفل اكحل مهرسين مغرفه الزيتونه ورشه معدنوس. باش نحضر الخبز العربي والى الكسره كيلتين سميد وكيله فارينه معهم باكو خميره وسكر يتفاعلوا مع بعضهم. بعد نعجنهم بالماء الدافي بالباهي ونخليها تخمر. بعد ما يضاعف الحجم نتاعها نقسمها كعبورات ونحلها بالسمك هذا ونخليها ترتاح مره اخرى نصيف ساعه بعد ما نغطيها وطيبوها على طاجين حديد فوق الغاز. انا طيبتها في الفور تو نعمل لكم الطريقه مره اخرى في فيديو وحده. وكهو كل شيء يحضر نكمل نحطه فوق الطاوله. وهذا طاجين بنه والكسكسي نودكم ولا نشهيكم والكسره المنظر يحكي وحده. ان شاء الله تعجبكم الدباره، جربوها وحطوا لي قليب مزيان كيما قلوبكم وشهيه طيبه.